غدانا النهارده مش هيكلفك اقل من 50 جنيه. كبده فراخ. يلا بينا اقول لكم الطريقه ازاي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كبده الفراخ هتكوني مجهزاها، غسلها بخل وليمون وحطها على جنب. بعد كده هنضيف معلقه توم مبشور عليه، معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، معلقه عصره ليمونه، معاهم معلقه خل. هنقلبهم على بعض وننزل بيهم على الكبده اللي احنا غسلناها. كبدة الفراخ هنغسلها بخل وليمون عشان الزفارة، وتكوني منضفاها كويس، وهتنزلي بيها على طول بالتتبيلة بتاعتك. هتتبليها وتقعديها نص ساعة قبل ما تقطعي البصل والثوم بتاعك وتقطعي الفلفل، يكون هي اتبلت معاكي. تمام كده زي ما انتوا شايفين. احنا بنتبلها وبنركنها شويه حوالي نص ساعه كده في التتبيله مع عصره ليمونه عشان تدي معاكي الحديد. تكوني مجهزه بقى الطاسه السخنه بتاعتك فيها شويه زيت، بس تكوني شويه زيت يسخنوا جامد، وتنزلي بالكبده على طول عشان ما تنزلش منك ميه سودة او ميه في الطاسه. تمام. هتشوحيها لحد ما تاخد منك اللون البني لحد ما تتبل معاكي يعني. ولو وصلت لحد هنا ما تنسينيش بالصلاة على النبي في الكومنتات وشير ولايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد، وفعلي زر الجرس. وبعد كده هنشوحها شوية على النار، تكون النار عالية يعني عشان تشوح معاكي بسرعة، عشان خاطر ما تنزلش مية كتير في الزيت. تمام كده انا شوحتها اهوت. هننزل بقى تكوني مخرطة شوية بصل على قد ما انت حابة، زي ما انت حابة. انا خرطت 3 بصلات وجهزت معاها الفلفل، قطعت معاها الفلفل. اول حاجة هننزل بالبصل، التشويحة بتاعتي ننزلي بالبصل على طول. طبعا انت متبلها بالثوم، هتنزلي بالبصل عشان كبدة الفراخ غير كبدة الاسكندراني. وهتشوحها شوية بالبصل تتبل خالص، عشان خاطر الفلفل ده بيكون اخر حاجة، لان الفلفل مع طياب الكبدة ديت الكبدة الفراخ الفلفل بينهرى معاكي. انتي الاول هتشوحيها كويس خالص بالبصل زي ما انتوا شايفين كده لحد ما البصله تتبل معاكي. ضيفي عليها شويه فلفل اسود كمان عشان ما تبقاش ناقصها ملح ولا حدق وكده. تمام. لو عندك بهارات كبده عايزه تحطيها مفيش اي مشكله. هتضيفنا على الفلفل الاسود وفضلنا نقلب شويه لحد ما البصل يتبل معانا زي ما انتوا شايفين. بس اهم تركايه يكون الزيت مقدوح منك كويس، الزيت ساخن، عشان خاطر زي ما قلت لك كده ما ينزلش منك ميه كتير. تمام. وبعد كده نزلت بالفلفل زي ما انتوا شايفين كده، وسبتها بقى شوحتها شويه على النار، لفيتها شويه على النار، تاني اقلب فيها شويه وغطيت عليها، سبتها لحد ما تاخد الطياب المظبوط معانا. وبعد كده فصلت النار عنها، كانت خدت الطياب يعني معانا زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت تقولوا لي رايكم وانتوا بتعملوها كده في البيت عندكم ولا اكتبوا لي في الكومنتات رايكم وبتتابعوني من اي بلد وانتوا بتعملوها كده وبتحضروا جنبها بطاطس ولا بتحضروا جنبها انا حمرت جنبها بطاطس وعملت جنبها سلطه خضار اهوت، فلفل وجزر وطماطم وكل حاجه بشرتهم على بعض، عملت سلطه جميله. ودلوقتي انا كنت خلصت الفينش وحطيتها في طبق، وعملت خضره زينه زينتها كده بالخضره كزبره، وعملت عليها عصير ليمون. السلام عليكم يا حبايبي.